بمكونات بسيطة وعلى قد الإيد هتعملي أحلى فطاير مقرمشة من برا وطرية من جوا، وهتشرفك على سفرتك في رمضان كطبق مقبلات، وكمان تنفع لجوع آخر الليل. ويلا نشوف عملناها ازاي بكل بساطة وسهولة. وأول حاجة معايا نص كوباية مية دافية ونص كوباية حليب دافي، وهنزل عليهم بمعلقة صغيرة سكر ومعلقة صغيرة ممسوحة خميرة فورية ورشة ملح ومعلقة صغيرة من الخل، وهقلبهم كويس قوي كده. وبعد كده هنزل عليهم ب3 كوبايات من الدقيق، 3 كوبايات بس هيطلعوا معانا الصينية المحترمة اللي شفناها في أول الفيديو. وكمان هقلب كده بقى المكونات مع بعض وابدأ أعجنها كده عجنة محترمة. وبسم الله ما شاء الله العجينة لمت كده ومحتاجتش مني ولا مية ولا دقيق تاني. وبعد كده ما بلم كويس العجينة ما بعجنهاش كتير، بس بعد كده بضيف عليها حوالي معلقتين كده كبار من الزيت، وابدأ بقى انعم العجينة كده مع الزيت واشرب العجينة الزيت لحد ما تنعم معانا وتبقى بالقوام التحفة ده زي ما انتوا شايفين. هغطيها بقى بستريتش او كيس بلاستيك كده، وهسيبها بقى في مكان دافي تخمر حوالي كده نص ساعة. وده شكلها بعد ما خمرت، اللهم صل على النبي، عجينة زي الملبن. هبدأ بقى ايه اقطعها كده لقطع قد بعض بالحجم ده كده، ما يكونش ايه حجمها كبير قوي، يعني حجمها متوسط. وبقطعها بالشكل ده، وصراحة دي احلى طريقة تقطيع بحبها كده، سهلة وسريعة. بقطع القطع والمها كده يدوبك من تحت وبس كده. والعجينة قطعت معايا بالظبط 10 قطع. هاخد بقى اول قطعة قطعتها كده على رشة دقيق وابدأ افردها بالشكل ده. وتبدأي يا ست الكل تفرديها بالطريقة اللي تحبيها. انا فردتها النهاردة بالنشابة وكمان بالمبينة، بس اول واحدة كده هعملها معاكم بالنشابة. بكل بساطة وسهولة كده تبدأي تفردي فيها وهي العجينة طرية وتحفة جدا وبتتفرد بكل بساطة وسهولة، لحد بقى ما اكبرها كده بسمك يكون رقيق. وده شكلها بعد ما فردناها وخلاص كبرناها. بكون بقى مسيحة قطعة زبدة حلوة كده، وادهن كده وش العجينة بيها. وطبعا لو مفيش زبدة ينفع سمنة، مفيش اي مشكلة. وابدأ اجيب الطرف ده على ده واطبقها كده بالتطبيقة دي، وكمان ادهن الحتة دي كده علشان تبقى مورقة معانا. وهسيبها دلوقتي كده وابدأ بقى اكمل الكمية كلها بنفس الطريقة. ودي كمان بقى هعملها لكم بالمبينة علشان اللي مش عنده بردلة او نشابة يقدر طبعا يعملها بالمبينة بالطريقة اللي تحبيها يا ست الكل. هي اصلا سهلة وطريقة فردها سهلة جدا وممتعة كمان. وكده خلاص فردتها بسمك رقيق برضو. هدهنها دهنة زبدة زي ما انتوا شايفين، وابدأ اطبقها بنفس التطبيقة كده الموضحة في الفيديو، وهدهنها كمان كده علشان تبقى مورقة زي ما قلت لكم. واجيب بقى صينية عليها رشة دقيق خفيفة كده وارصهم عليها لحد ما اخلص الكمية كلها. وبعد ما بخلص الكمية كلها هجهز معاكم بقى الحشوة اللذيذة بتاعتنا، اللي هي عبارة عن قطعة جبنة قريش عليها كزبرة مقطعها صغير، وكمان شوية جبنة موتزاريلا. ولو مفيش جبنة موتزاريلا نقدر طبعا نكتفي بالجبنة القريش، وكمان ممكن تحطي اي نوع جبنة انت عايزاه. تمام. وبعد كده بعد بقى ما بجهز الحشوة ببتدي بقى اجيب قطع العجين بعد ما دهناها طبعا، بفردها الفردة التانية. بحط رشة دي خفيفة قوي، وابدأ كده افردها بالطول زي ما انتوا شايفين، بالطول كده، والعرض حاجة بسيطة. وهحوشها برضو اتأكد ان تحتيها دي بسيط، وهكمل فرد فيها بالطول. تمام. العرض ده حاجة بسيطة قوي. وبس كده خلاص اتفردت معانا زي ما انتوا شايفين. هحط بقى ايه الجبنة بتاعتنا الحشوة الجميلة اللي احنا حضرناها مع بعض. وبجد الحشوة دي على قد بساطتها بس طعمها حلو جدا، وبتبقى ريحتها تحفة. هبدأ احط الحشو كده والفها رول زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي بكل بساطة وسهولة. وبجيب الصينية بتاعتي ادهنها دهنة زبدة او زيت، مفيش اي مشكلة. وبكمل بقى بنفس الطريقة اهو. بعد ما بفرد قطعة العجين كده ببدأ احط الحشو والف بالطريقة دي. ما بتاخدش اي وقت وسهلة وسريعة. وهكمل بقى احطها كده جنبها واخليهم ايه جنب بعض كده ولازقين في بعض. وبعد ما بكمل الكمية كلها بدهن وشهم برضو دهنة زبدة كده. والزبدة بقى بتدي الفطاير بتاعتنا وش لونه تحفة كده ومقرمش وتحفة. وبعد كده بقطعهم، بس للأسف الخطوة دي ما اتصورتش، بقطعة البيتزا او بالسكينة عادي جدا. تمام. وبدخلهم بقى على فرن سخن في الرف اللي في النص على اعلى درجة حرارة. اول ما ياخدوا لون من تحت بياخدوا حوالي كده ايه تلت ساعة في الفرن او نص ساعة. ابص عليهم
أول ما بياخدوا لون من تحت بشغل لهم الشواية على الهادي كده علشان ياخدوا لون تحفة كده ويقرمشوا، وبعد كده بخرجهم بقى وبألف هنا وشفا. شايفين طبعا الجمال والحلاوة، ولازم يا حلوين تجربوها لأنها هشة جدا ومقرمشة كده من بره وطرية من جوه ولذيذة وريحتها تجنن. ولو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك ومتابعة وتقولوا لي رأيكم في التعليقات، وتشاركوا الفيديو مع أكبر عدد علشان الكل يستفاد. سلام.